ده فيديو النهارده، ما تنسونيش في المتابعة واللايك وتصلوا على النبي في الكومنتات. عايزة اتكلم النهارده في موضوع مهم جدا، موضوع الزوج اللي يعني مراته طول النهار شغالة في البيت واخر النهار ما بتلاقيش اي كلمة حلوة. جبر الخواطر ده يا جماعة كويس جدا، يعني جبر الخواطر دي حاجة جميلة. ويا بخته اللي يجبر خاطر مراته، بنته، اخته، اي حد. جبر الخواطر دي حاجة كويسة جدا. فانت ما تجيش مراتك طول النهار طالع عينها في البيت وانت برضو طالع عينك بره. فزي ما انت بتعوز كلمة حلوة وانت راجع من الشغل، هي كمان بتعوز منك مقابل الكلمة الحلوة. مش جازتها مثلا طول النهار تفضل تعمل كده وانت تيجي في الاخر لما هي تقول لك مثلا ده انا عملت كذا النهارده، ده انا خليت كذا. ايه يعني؟ هو انت بتعملي ايه زيادة عن الناس؟ انت ممكن تقول كلمة بس تدمرها نفسيا، يعني هتدمرها نفسيا ومش هتخليها ليها نفس تعمل اي حاجة، سواء في البيت او مع الاولاد او مع اي حد. فجبر الخواطر يا جماعة، نجبر الخاطر حتى لو انت شايف مراتك ما عملتش حاجة النهارده تستدعي ان هي تتعب. هو كل واحد بيفكر نفسه، يعني انا بفكر نفسي انا مفيش زيي، وغيري بيقول كده، وغيري بيقول كده. فانت مفكر ان هي ما عملتش حاجه، هي بالنسبه لها هي دي طاقتها وهي عملت كده، يعني ازيد من طاقتها. فانا عايزه اوصل النهارده في الفيديو ان يا جماعه جبر الخواطر تجبر خاطر مراتك بكلمتين كويسين: ربنا يديك الصحه، معلش، ربنا يقويكي يا رب. فجبر الخواطر ده لازم مهم جدا بالنسبه للازواج اللي يعني معاملتهم وحشه مع زوجاتهم. وربنا يهدي الجميع ان شاء الله.